كل واحد فينا عنده حاجة بتميزه، حاجة زي الطبخة السرية كده بتخليه مختلف ومميز عن كل الناس اللي حواليه. دي بقى بنسميها القيمة المقدمة للشخص أو الفاليو بروبوزيشن. قبل ما ندخل في تفاصيل بلاش نركز بس على كلام الأغاني. بتلاقي واحد بيقول لك أنا قيمتي بالسما والناس كلها ورا ظهري، وكلام كده أصلا إيه، لا بيودي ولا بيجيب. إحنا هنا بنتكلم بشكل واقعي ومنطقي، ولازم نعرف إيه اللي بيميزنا ويخلينا مطلوبين سواء كان في الشغل أو حتى في حياتنا الشخصية. القيمة بقى ديت هي الحاجات اللي أنت عارف تعملها وتخليك مميز في السوق أو في مجال أنت بتشتغل فيه. يعني لو افترضنا إنك خلصت ثانوي، إيه اللي ضفته لنفسك في خلال فترة الدراسة؟ طب وبعد الجامعة ايه المهارات الجديدة اللي انت اتعلمتها؟ طب وبعدين لما اشتغلت ايه اللي بيخليك بقى مختلف عن كل الناس اللي حواليك؟ ما هو لازم تقعد مع نفسك كل فترة وتعمل تقييم وتشوف انت فعلا اتطورت ولا لسه زي ما انت واقف في مكانك. اديك مثال بسيط. لو واحد بقى شغال مثلا في التسويق العقاري، طبعا بيعرف يبيع وبيعرف يقول الاسعار ايه والاماكن ايه، لكن ايه اللي هيخلي قيمته اكبر من حد تاني؟ هو ان يكون عنده شبكة علاقات كبيرة. طيب لو الشخص ده نفسه يعرف كمان تفاصيل التشطيبات وبيعرف مقاولين كتير، هيكون قيمته اعلى. لو معاه كل ده وكمان بيفهم في الديجيتال ماركتنج، السوشيال ميديا بقى وما ادراك يعني، وعنده شركات كمان بتقدر تساعده لو حب يعمل حملة اعلانية لشركته، هنا قيمته بتزيد. مش بس انا شاطر، لا انا تخطيت كل مرحلة الشطارة وبقيت عارف تفاصيل اللعبة كويس، بقيت عندي الادوات كلها، وكمان بقيت في مرحلة انه انا في مكاني محدش يقدر يعوضني ومحدش يقدر يستغنى عني. تفتكر الشخص اللي كل مميزات دي لو انت عندك شركة تسيبه؟ طب تفتكر ده لو ساب الشركة تاني يوم ما يلاقيش 100 واحد بيجري وراه عاوز يشغله؟ خليك انت الشخص ده على الاقل لو ما عندكش شغلك الخاص. زي ما الشركات بتقدم منتجاتها للسوق، انت كمان بتقدم مهاراتك ومعرفتك وقدراتك للناس وللشركات اللي هتشغلك. لو عاوز تكون مميز، اول حاجة لازم تطور نفسك ومهاراتك. يعني انت النهاردة لازم تكون احسن من امبارح. لما الشخص ده بيكون عنده مهارات متعددة مش واحدة بس، خليك مركز في الحتة دي، مش مهارة واحدة بس، قيمته التسويقية بتزيد زي لعيبة الكرة كده. كل واحد قيمته على حسب قدراته. لو قدراته بيشتغل في اكتر من حتة في الملعب اكيد قدراته بتزيد. انت برضو كراجل في سوق العمل لازم تطور مهاراتك وقدراتك. تخيل بقى كده انك عندك اكتر من مهارة، ده يخليك مرن اكتر، الناس كلها تطلبك، يعني عندك جاذبية غير طبيعية لسوق العمل، متكيف بشكل كويس جدا مع اي شركة. كمان هيكون عندك حلول ابداعية، يعني لو حتى خدوا رأيك هيكون له قيمة. انت ما انتش شخص تقليدي، وبرضه فرصك في الشغل هتزيد. الدراسات كلها بتقول ان حوالي 85% من الشركات بيفضلوا ان هم يوظفوا اشخاص عندهم مهارات متعددة بدل ما يوظفوا واحد بمهارة واحدة بس. خلينا نديك مثال تاني. محمد شغال في التسويق الرقمي اللي هو ديجيتال ماركتنج طبعا، لكن عنده خبرة في التصميم الجرافيك، عنده خبرة في عمل حملات إعلانية بشكل كويس جدا، عنده قدرات غير طبيعية في التسويق. ده هيكون مطلوب بشكل أكبر وهيخليه يساعد في تصميم الحملات لشركته. فهنا محمد بقى قيمة مضافة للشركة. هو عنده هنا حاجات كتير جدا تخليهم يمسكوا فيه بإيديهم واسنانهم من كتر ما هو مهم. اللي أنا بقوله بقى ده اسمه إيه؟ هو اسمه الفاليو. أنت عملت لنفسك قيمة إضافية. عندنا جامعة هارفارد في سنة 2018 قالت إن الناس اللي عندهم مهارات متعددة فرصهم في الترقية بتزيد بنسبة 30% أكتر من الناس اللي عندهم مهارات قليلة أو يمكن مهارة واحدة. ونيجي لنقطة النهاية، القيمة اللي بتقدمها لنفسك هي اللي بتحدد مكانتك في السوق، وكل ما زودت المهارة كل ما زاد فرص نجاح. خليك مرن، خليك مبدع عشان تبقى دايما جاهز لأي تحدي في السوق. السوق ده بيتغير بسرعة شديدة جدا. المهارات مش بس بتفتح لك فرص جديدة، لا ده كمان بتخليك مميز ومطلوب في أي مكان بتشتغل فيه. مش بس كده، لا وكمان بتكون مثل في الشركة بتاعتك، كل الناس عاوزة تبقى زيك. خليك انت الشخص ده بس.